بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيد. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه الخطبة. قصة سعد بن معاذ. رجل مات اهتز لموته عرش الله سبحانه وتعالى. من يهتز عرش الله لموت أحد لا نبيا ولا غيره، إنما محبة لسعد ابن معاذ رضي الله عنه. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه فارسا من أعز فرسان يثرب نفرا، وأعلاهم سلطانا وأعرضهم جاها، وكان في الذروة من بني عبد الأشهل. لقد كان إسلام سعد ابن معاذ خيرا للإسلام وبركة على المسلمين، وكان له من جليل المواقف في نصرة الدعوة ما ملأ نفس الرسول صلى الله عليه وسلم حبا له وإعجابا، بل قام أياما وقال كلاما بكى رسول الله فرحا منه. وقف سعد بن معاذ وأعلن في كلمات حازمة فقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله إلى ما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فما كانوا طمعوا أن ينالوا منا ثمرة واحدة إلا بشراء أو فري، وحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم من أموالنا، والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفيما كان فتى الإسلام سعد بن معاذ يحتضر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره صلى الله عليه وسلم ويسجيه بثوب أبيض، وينظر إليه في لوعة وحزن ويقول: اللهم إن سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تتقبل روح مسلمة. فانبسطت أسارير سعد وهو يضحك في آخر لحظات في حياته. كل هذه الإنجازات من سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد عاش في الإسلام 6 أعوام فقط. لما مات اهتز لموته عرش الله لمحبة الله لهذا الرجل الذي عاش في الإسلام 6 أعوام. أنا وأنتم أيها الكرام كم عشنا في الإسلام، ما قدمنا للإسلام والمسلمين، كم أسلم على أيدينا رجال وأناس كثيرون، كم اهتدى على أيدينا ناس، كم أمرنا بالمعروف، كم نهينا عن المنكر، كم عمرنا من خيرات وبركات ومساجد وصلوات، كم أيام صمناها تطوع لله، كم نافلة في حياتك أيها المبارك، كم درهما، كم ريالا أنفق، كم مصحف ورث، كم علما نشر، كم يذكرك جيرانك بخير وكم آذيت جيرانك، كم اغتبت، كم زنيت، كم نهب، كم اغتبت، كم خنت، كم مرة بكيت لله ومن الخوف من الله، كم ليال طابت عينك حبا لمولاك.
كم مرة اشتاق قلبك لله؟ كم اشتقت للقاء الله؟ كم حملت معك من الأعمال الصالحات لقبرك وللبرزخ ولما بعد الموت وللقيامة والحساب والميزان والصراط؟ كم عمرت للجنة وكم أنجيت نفسك من النار؟ كم ثمرة وكم تمرة تصدقت بها تقي نفسك حر النار. قصة سعد بن معاذ لفضيلة الشيخ فواز بن محمد الشنبري الشريف. رجل اهتز لموته عرش الرحمن جل في علاه، حري أن يذكر وتذكر سيرة هذا الرجل العظيم ويعلم كيف أسلم وماذا صنع بعد إسلامه وكيف محبته عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف محبته عند الله جل في علاه. رجل مات اهتز لموته عرش الله سبحانه وتعالى، لم يهتز عرش الله لموت أحد لا نبيا ولا غيره، إنما محبة لسعد ابن معاذ رضي الله عنه. ماذا قدم للإسلام والمسلمين كي نتعلم من هذا الرجل العظام؟ كان سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم أهل نور النبوة فارسا من أعز فرسان يثرب نفرا وأعلاهم سلطانا وأعرضهم جاها، وكان في الذروة من بني عبد الأشهل، وكان بنو عبد الأشهل في الذروة من الأوس أي سيد الأوس، وكان فتى الأوس سيدها يستمع إلى أخبار الداعي المكي مصعب بن عمير فلا يرعى لها بالا، وكان يعلم أنه حل في ضيافة ابن خالته سعد وأنهما يتعاونان على بث الدعوة إلى الدين الجديد في ربوع يثرب فلا يعترض لسبيلهما. وبينما كان سيد الأوس يتجول في ضواحي ديار بني عبد الأشهل ومعه أسيد بن الخضير إذ رأى مصعب بن عمير في بستان قريب من منازل قومه يستريح هو وصاحبه في ظل نخلة ويستقيان من ماء بئر، وقد أجمع عليهما طائفة من المؤمنين بالدين الجديد وطفقوا يسألون عن الدين. فقال لأسيد بن خضير لا أبا لك يا سيد، انطلق إليهما وانظر إلى هذا الرجل الذي أتى ليعيب ديننا. أخذ أسيد بن حضير وتوجه نحو سعد بن زرارة وصاحبه مصعب، وقف عليهما فابتدره مصعب بوجه الطلق وكلماته اللينة وأخذ يدعوه إلى الإسلام، وطفق يقرأ عليه من آيات القرآن ما يستلين القلوب القاسية ويستمن النفوس النافرة حتى أشرق وجهه وانبسطت أساريره، وقال لمصعب ما أعذب هذا الكلام وما أحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين الجديد؟ قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الإسلام وتركع ركعتين وهذا الماء منك قريب. ثم قال لمصعب إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله لكم الآن وأحسن أن تأتي له. قام سعد ثم التفت إليه وقال ما فعلت؟ قال كلمت الرجلان فوالله ما رأيت بهما بأسا. فنهض سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحرب من يد أسيد وقال والله ما أراك أغنيت شيئا، ولئن دام الأمر على هذا الحال لأجدهما غدا في داري يدعون زوجتي وأولادي إلى الدين الجديد. توجه سعد بن معاذ إلى حيث يجلس مصعب بن عمير الداعي الفنان في دعوته، فلما رآه ابن خالته سعد ابن زرارة مقبلا قال لمصعب أي مصعب لقد جاءك والله سيد قومه وإنه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم أحد. فما أن بلغوا ما سعد قال أتغشانا في ديارنا بما نكره؟ فبادره الفنان في دعوته مصعب بن عمير بوجه الطلق وكلماته الحلوة وفن الدعوة
وقال ألا تقعد فتسمع فإن رضيت قبلت دعوتنا وإن كرهت تحولنا عنك الساعة. قال هات. فانطلق مصعب فعرض الإسلام على سعد بن معاذ وقرأ عليه من القرآن ما خشع له قلبه واطمأنت إليه جوارحه وسبحت معه روحه الطاهرة. فما لبث أن قال كيف يصنع من أراد الدخول في هذا الدين؟ والله ما سمعت كلاما أبرا ولا أكرم من هذا الكلام. ولن يبرح سيد الأوس مكانه إلا بعد أن أعلن كلمة الحق وانضم إلى ركب الإيمان. أخذ سعد بن معاذ حربته وعاد إدراجه إلى نادي قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكما سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما بلغ النادي قال يا بني عبد الأشل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا حقا وأفضلنا رأيا وأكملنا عقلا. قال فإن كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما أمسى في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلما. ومنذ ذلك اليوم انتقل مصعب بن عمير أول مبشر للإسلام إلى منزل سيد الأوس سعد بن معاذ، واتخذ بيته موئلا للدعوة حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات، وبذلك فتحت أبواب يثرب في وجوه المهاجرين من مكة، فطفقوا يتوافدون عليها جماعات وفرادا ويجدون في رحابها الحماية والأمن، لأن سيد الأوس آمن وأسلم. لقد كان إسلام سعد ابن معاذ خيرا للإسلام وبرك على المسلمين، وكان له من جليل المواقف في نصرة الدعوة ما ملأ نفس الرسول صلى الله عليه وسلم حبا له وإعجابا، بل قام أياما وقال كلاما بكى رسول الله فرحا منه. ففي يوم بدر حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش ما لبث أن وجد نفسه في موقف حرج، ذلك أن المسلمون ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا للاستيلاء على قافلة لا يزيد عددها على 40 رجلا، ثم تحول الأمر فجأة إلى مجابهة مع جيش لجب يقوده العناد وتثير الأحقاد ويدفع التحدي. ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 317 رجلا، وكان عليه أن يتخذ القرار الحاسم رسول الله، فإما أن يعود إلى المدينة تارك جيش المشركين يجوس خلال الديار ويباهي بقوته أمام القبائل الضاربات بين مكة والمدينة، وإما أن ينازل جيش المشركين الكبير بجيشه الصغير. وكان هذا القرار يتوقف على موقف الأنصار، ذلك لأن جل جيش النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وهم الذين سيحملون عبء المعركة على كواهلهم. ثم إنهم حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية تعهدوا له بحمايته مما يحمون منه أنفسهم وأبناء أهلهم، ولم يعهدوه بالقتال معه خارج ديارهم. عند ذلك وقف سعد بن معاذ وأعلن في كلمات حازمة عزم الأنصار على خوض المعركة مع رسول الله كلهم، فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله إلى ما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك. إنا يا رسول الله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور وأعظمه، وعقد راية الأنصار لسعد بن معاذ وراية المهاجرين العلي بن أبي طالب. وفي يوم الخندق كان لسعد موقف مشهود، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى شدة وقعة الأحزاب 10,000 مقاتل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزبه 300 رجل
على أهل المدينة أراد أن يخفف عن الأنصار صلى الله عليه وسلم، ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم قادة غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة إذا تركوا قتال المسلمين، فرضوا بذلك. فلما عرف سعد بن معاذ رضي الله عنه ما يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وغطفان، أقبل على النبي بأدب تام مدحه جبريل عليه السلام حين قال أدب سعد في ذلك الموقف، وقال سعد بن معاذ هذا أمر تحبه فنصنعه لك يا رسول الله، أم شيء أمرك الله به فنسمع ونطيع، أم هو أمر تصنعه لنا لتخفف عنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هو أمر أصنعه لكم، ووالله ما صنعته إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن يد واحدة. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، فما كانوا طمعوا أن ينالوا منا ثمرة واحدة إلا بشراء أو فري، وحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم من أموالنا، والله يا رسول الله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القول بمقالة سعد وصرف الأمر. وفي يوم الخندق هذا أصيب سعد بسهم قطع أكحله وهو عرق في الدرع الوريد وأورده موارد الموت. وفيما كان فتى الإسلام سعد بن معاذ يحتضر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره صلى الله عليه وسلم ويسجيه بثوب أبيض وينظر إليه في لوعة وحزن ويقول اللهم إن سعدا جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تتقبل روح مسلمة. فانبسط أسارير سعد وهو يضحك في آخر لحظات في حياته وهو يعالج سكرات الموت، وفتح عينيه وقال السلام عليك يا رسول الله، أما إني أشهد أنك لرسول الله وأن لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه الطاهرة رضي الله عنه. قلت ما قلت استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. وبعد أيها الكرام، كل هذه الإنجازات من سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن من موته اهتز لموته عرش الله. عمر سعد حينما أسلم عمره 30 سنة، وحينما مات عمره 36 عاما. وقف أيها الأحباب المكرمون، سعد عاش في الإسلام 6 أعوام فقط. لما مات اهتز لموته عرش الله لمحبة الله لهذا الرجل الذي عاش في الإسلام 6 أعوام. أنا وأنتم أيها الكرام كم عشنا في الإسلام، ما قدمنا للإسلام والمسلمين، كم أسلم على أيدينا رجال وأناس كثيرون، كم اهتدى على أيدينا ناس. أيها المباركون، سعد أسلم على يديه جميع الأنصار. كما أمرنا بالمعروف كم نهينا عن المنكر، كم عمرنا من خيرات وبركات ومساجد وصلوات، كم أيام صمناها تطوع لله، كم نافلة في حياتك أيها المبارك، كم درهما كم ريالا أنفق، كم مصحف ورث، كم علما نشر، كم يذكرك جيرانك بخير وكم آذيت جيرانك، كم اغتبت، كم زنيت، كم نهبت، كم اغتبت، كم خنت، كم مرة بكيت لله ومن الخوف من الله، كم ليال طابت عينك حبا لمولاك.
كم مرة اشتاق قلبك لله؟ كم اشتقت للقاء الله؟ كم حملت معك من الأعمال الصالحات لقبرك وللبرزخ ولما بعد الموت وللقيامة والحساب والميزان والصراط؟ كم عمرت للجنة وكم أنجيت نفسك من النار؟ كم ثمرة وكم تمرة تصدقت بها تقي نفسك حر النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا للخيرات وتنكر المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم يا ذا المن والعطاء يا عظيم يا حليم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا عبيدك ذنوبنا كثيرة ذنوبنا كثيرة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء اغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا إليك هديته ورددته، ولا آيما إلا زوجته، ولا سحرا إلا فككته، ولا عين مصاب به عن صد عن ذكر الله إلا شفيته برحمتك يا عظيم يا حليم. اللهم يا ذا المن والعطاء يا عظيم يا حليم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد اللهم بالحق إمامنا وولي أمرنا إلى ما فيه خير العباد والبلاد. اللهم يا ذا المن والعطاء آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان إلى هذه البلاد خاصة وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا عظيم يا حليم. اللهم آت نبينا صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به على ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزى الله شيخنا خير الجزاء وجعل هذا العمل في موازين حسناته.